مرحبا بكم في فيديو جديد عبر قناة سعودي مورنينج. وقبل بدء الفيديو ندعو مشاهدينا الكرام إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل اللايك. نبدأ على بركة الله. وفي هذا الفيديو نناقش الخبر التالي: وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يتحدث عن العلاقات مع الإدارة السورية الجديدة. أوضح وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أن بلاده تتبنى موقفا واضحا من الملف السوري يرتكز على 3 ركائز أساسية، وهي وحدة التراب السوري، شمولية الحل لجميع السوريين دون إقصاء، وضرورة إشراف الأمم المتحدة على أي حوار سياسي للحفاظ على مستقبل سوريا. وأكد عطاف أن السفارة الجزائرية في دمشق تواصل عملها بشكل طبيعي، مشيرا إلى أنها تعترف بالدول وليس بالحكومات، وهو نهج يعزز مرونة الموقف الدبلوماسي الجزائري عبر التاريخ. وقد عقد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف ندوة صحفية بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة، قدم خلالها حصيلة شاملة للنشاط الدبلوماسي الجزائري خلال عام 2024، مسلطا الضوء على جهود بلاده لتعزيز دورها ومكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، ولا تنسوا ترك تعليقاتكم والتفاعل مع القناة. إلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد.